هو يبدو عك لبعض الناس، بس انا بحب الحركه دي قوي. قعدت فعلا، اوعى تعمل كده. يوما كان بيصنف نفسه على انه بيكري شوب، محل للمخبوزات. بس انا لما رحت هناك انا اتصدمت بصراحه يا جماعه من تجربتي للقهوه. طبعا زي ما انتم شايفين المحل باين جدا من اللاي اوت ان هو مسخر كل حاجه علشان يطلع احسن مخبوزات ممكن تاكلها. بس انا رحت وقلت لازم اجرب القهوه، اجرب فلات وايت، وبما اننا في موسم الهوت شوكليت فبالمره بقى نجرب الهوت شوكليت مع طبعا المخبوزات. وجربت وكانت مش هقول الصدمه، بس كانت المفاجاه بالنسبه لي بالنسبه للقهوه. ده واحد من القهاوي الحلوه، ده واحد من الاماكن الحلوه الحلوه الحلوه، انا ما اقدرش اتكلم نص كلمه. الفلات وايت معمول مظبوط، الحبوب نفسها كواليتي القهوه باين جدا ان هو هاي كواليتي. ممكن على ذوقي الشخصي او طريقه تذوقي اقدر اقول ان دي قهوه مختصه وباين جدا منها، وغالبا هتبقى حاجه بلند فيه، حاجه افريقي او اثيوبي او حاجه مديه مزازه كده في الطعم، بس مع اللبن مديه طعم عالي وحلو جدا. انا مستمتع بفنجان الفلات وايت ده بصراحه، مستمتع جدا بيه. دي غالبا اسمها بانسوز او حاجه زي كده، دي بتبقى عباره عن شوكليت وفيها ميلك شوكليت ودارك شوكليت، هي بتليق قوي مع القهوه. حلوه لدرجه رهيبه، حلوه لدرجه حلوه جدا وطازه جدا، وطعم الشوكليت فيها واضح جميل قوي مع الزبده باينه. خطيره. خلينا بقى نجرب الهوت شوكليت العبقري ده. هو عامل لك هوت شوكليت وحاطط لك عليه من بره مارشميلو، بحيث ان الهوت شوكليت تقيل قوي ودارك شوكليت، وعليه بقى المارشميلو ده عشان يعمل لك بالانس في الموضوع. انت حرفيا بتشرب شوكولاته سايحه، مارشميلو بقى، تاخد قطمه. رائع، رائع. في الجو البرد ده انا الوحيد، بصوا انا الوحيد اللي قاعد بره، الناس كلها طلعت قعدت فوق، كل الناس اللي كانت حواليا طلعت قعدت فوق، انا الوحيد اللي قاعد بره. بس انا قلت اخد الاجواء الخاصه بالهوت شوكليت كامله بقى. تعالوا هنا يا جماعه واستمتعوا بالهوت شوكليت. ما اكدبش عليكم، دي واحده من احلى التجارب اللي انا خضتها مع الكوفي شوبس في الفتره اللي فاتت. الاسعار تعتبر معقوله جدا بالنسبه للاجواء في الكافيه نفسه، للديكور، للكواليتي اللي انت هتاخدها، لجمال القعده، والقعده مريحه اندور واوت دور. الزياره دي اكيد اكيد انا هكررها كتير جدا.